السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إبراهيم أزدشاي من مدينة زنيت دولة المغرب، موزع معتمد مع شركة تينز جروب العالمية، وأنا جاهز ومستعد وملتزم لعمل تينز الناجح. في البداية أود أن أشكر السيد أيوب رغشين الذي قدم لي الدعوة للانضمام لعمل تينز. قبل تينز كنت أشتغل في مجال المحاسبة. اخترت التسويق المتعدد المستويات لتطوير شخصيتي وتطوير مهاراتي، كذلك لتحقيق أهدافي وأحلامي. من أهدافي نشر رسالة تينز في المغرب وفي العالم بأسره، كذلك من أهدافي أن أكون محاضرا متميزا مع هذه الشركة العملاقة شركة تينز جروب. في هذا الفيديو نحن وإياكم سنتعرف على واحد من أهم المكملات الغذائية لشركة تينز، منتج عالي الجودة مهم جدا معروف باسم زهرة الحياة لأهميته القصوى لصحة الإنسان. المنتج هو كبسولة الزنك لشركة تينز. فكما تعرفون فالزنك أو معدن الزنك هو مكمل غذائي ضروري للجسم. لماذا؟ لأن جميع الأنسجة والأعضاء تحتوي على الزنك. إضافة إلى هذا فإن الزنك هو معدن لا يمكن تصنيعه داخل الجسم، لذا يجب تناوله من الخارج، إما عن طريق المكملات الغذائية أو عن طريق وجباتنا الغذائية التي ولا بد أن تحتوي على كمية مهمة من الزنك حتى لا يحصل عندنا نقص في هذه المادة الأساسية في جسمنا. لهذا قلنا أن الزنك زهرة الحياة، لأن وجوده في الجسم أساسي ومهم جدا لا غنى عنه. علاقة الزنك بالجسم تتمثل فيما يلي: فالزنك يشارك في عمل أكثر من 300 أنزيم داخل الجسم، كما أنه يساهم بشكل كبير في انقسام ونمو الخلايا وتحسين صحة الشعر والجلد. كذلك الزنك يعزز نمو الجسم، فهو مفيد جدا خاصة للأطفال في فترة نموهم. كما أن للزنك فوائد مميزة، ومن أهمها تحسين حاسة الشم والتذوق، ومفيد أيضا لصحة العين والبصر. إضافة لهذا فالزنك يؤثر بشكل كبير على الشهية، كما أنه يحارب الشيخوخة ويحارب الخرف المبكر. فقد أوضحت الدراسات أن الزنك له دور حاسم في تنظيم كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض، كما أنه يساهم بشكل كبير في تحسين الشفاء من جروح الجسم. إضافة لهذا فالزنك أثبت فعالية كبيرة في حل مشاكل العقم، حيث أنه يلعب دورا مهما وحيويا في الخصوبة لدى الرجال، ويعمل على حماية غدة البروستاتا من التضخم، ويساهم في الحفاظ على حركة الحيوانات المنوية وبقائها في الصورة الطبيعية. معدل الزنك الموصى به من قبل الاتحاد العام الصيني للتغذية يتمثل فيما يلي: فإلى غاية 6 أشهر من العمر المعدل الموصى به من الزنك هو 3 ملغ في اليوم، ومن 6 أشهر إلى سنة فالمعدل هو 5 ملغ في اليوم، ومن سنة إلى 10 سنوات فالمعدل هو 10 ملغ في اليوم، ومن 10 سنوات فما فوق فالمعدل الموصى به من قبل الاتحاد العام الصيني للتغذية يصل إلى 15 ملغ في اليوم. وكل نقص في الزنك عن الكمية الموصى بها فهو يشكل مخاطر على الصحة، لذا يجب احترام الكميات الموصى بها حتى نحصل على صحة جيدة. كبسولات الزنك من شركة تينز لها فوائد كثيرة ومتعددة، نذكر منها ما يلي: فهي مفيدة جدا لنمو الأطفال والمراهقين، ولمفيدة لمن يعانون من ضعف الشهية، وكذلك مفيدة للحوامل والمرضعات، وهي أيضا مفيدة للأشخاص في فترة انتعاش المرض والتئام الجروح. كما أن الزنك مفيد جدا لمن يعانون من النحافة وضعف المناعة، وهي كذلك مفيدة للنباتيين بشكل كبير. أما من يعانون من سوء التغذية وضعف الجهاز الهضمي فهي مفيدة وصحية لهم، وغيرها من الفوائد المتعددة. أما فيما يخص طريقة الاستخدام، فطريقة استخدام كبسولات الزنك فهي تؤخذ مع الماء الدافئ مرتين في اليوم على الشكل التالي: من 3 سنوات إلى 10 سنوات فتؤخذ كبسولتان في كل مرة، أي كبسولة في الصباح وكبسولة في المساء، أي بمعدل 4 كبسولات في اليوم.
ومن 10 سنوات فما فوق فتؤخذ 4 كبسولات في كل مرة، أي 4 كبسولات في الصباح و4 كبسولات في المساء، أي بمعدل 8 كبسولات في اليوم. وباتباع هذه النصائح يكون الشخص قد أخذ كمية مهمة من الزنك حتى يحصل على صحة جيدة. وفي الختام أشكركم جزيل الشكر على مشاهدة هذا الفيديو، وأتمنى أن تشاركوه لتعم الفائدة. وشكر خاص لشركة تينز جروب العالمية على منتجاتها العالية الجودة.